اول ما سمعت اغنيه قالوا عني ايه الجديده بتاعت محمد حماقي قلت ايه ده، ثانيه واحده، هو حماقي فين؟ بقاله فتره مختفي ليه؟ رغم ان هو لسه عامل البوم من سنه، بس ما بحسوش ان هو موجود كتير زي مغنيين كتير زي احمد سعد مثلا، اللي هو لو فتحت الباب الشقه هتلاقيه قدامك. ده احساس طبيعي لان حماقي من 2003 ساعه ما طلع لحد 2026 يعني 23 سنه هو ما عملش فيهم غير 9 البومات، والالبوم اللي جاي ده هو الالبوم رقم 10. محمد حماقي نزل اغنيه جديده اسمها قالوا عني ايه، والمفروض الاغنيه دي هي اول اغنيه من البوم جديد اسمه سمعوني، المفروض انه هينزل في الصيف او اتقال كمان انه هينزل في فتره عيد الاضحى. الاغنيه دي كلمات امير طعيمه والحان عمرو مصطفى وتوزيع احمد ابراهيم. من اول ما هتسمع الاغنيه هي الاغنيه فعلا هتعلق في دماغك، واغنيه حلوه، ويمكن ده سبب ان هي طالعه ترندنج او عامله نسبه مشاهدات حلوه جدا، بنتكلم في يوم ونص تقريبا او يومين بالكتير. ومن وجهه نظري اكتر حاجه هتعلق في ودانك هي اللحن، وده اكيد حاجه مش مستغربه لان الملحن عمرو مصطفى. يعني عمرو مصطفى ممكن اختلف معاه لما يتكلم او بحسه بيقول كلام مش مظبوط، بس هو كملحن ليه اغاني كتير جدا بتعلق في الودن. يعني مثلا عندك اغنيه ما شربتش من نيلها بتاعت شيرين عبد الوهاب، اغنيه يوم ورا يوم اللي هي بتاعت سميرة سعيد، حتى مع حماقي هو عمل اغنيه احلى حاجه فيكي ايه اللي هي برضه معلقه جدا في الدماغ. ومع عمرو دياب بقى عمرو مصطفى عمل اغاني كتيره جدا، يعني مثلا خليك فاكرني، ليلي نهاري، العالم الله. فالمزيكا في الاغنيه الجديده بتاعت حماقي هي اكتر حاجه هتلاقيها معلقه في ودنك. طبعا في حتتين، يعني في حته كل الناس بدات تشيرها او تسمعها اللي بيقول غلطه غلطه غلطه، يعني حتى احمد السقا شخصيا شيرها كان بيلقح على الاكس بتاعته المدام، فهي الحته دي واكله قوي. بس من وجهه نظري في حته تانية في المزيكا اللي قبلها على طول، دي حاسسها اللحن فيها حلو قوي وتعلق قوي في الودن، اللي هي بيجيبوا سيرتي تنسي اللي بينا اوام. الحته دي حسيت المزيكا فيها تلزق قوي في الودن. وعموما هو الموسيقى في الاغنيه كلها اللي اول ما انت بتسمعها يعني تلاقيها معلقه في ودنك حتى لو انت مش مركز في الكلمات، بس برضو ده لا يمنع ان الكلمات في الاغنيه دي او الموضوع نفسه بالنسبه لي في حته صايعه، يعني في تويستايه حلوه قوي. هو المفروض انه بيتكلم قالوا عني ايه، يعني هم الناس قالوا عني حاجات وانتي صدقتيهم. انا كنت متخيل انه هيكمل الاغنيه في سكه ايه، انه يقول لها ليه تصدقي، طب معلش، طب حصل خير، لا ده انا كويس، يعني كانه بيصالحها بيقول لها لا ما تصدقيهم. اللي عجبني ان هو قلب الموضوع ان خلاص طالما انتي صدقتيهم يلا اشربي بقى، يعني البسي، انا مش هنسالك ده وانتي غلطه في حياتي. فحسيت ان هو ما خدش الموضوع في السكه اللي انا كنت متوقعها، واللي اعتقد ناس كتير كنا متوقعينها، ان هو كانه بيصالحها، لا ده بيديها فوق دماغها. يمكن اتكلمت النهارده عن الاغنيه دي بتاعت حماقي لان انا حسيت انه حماقي لما يعمل اغنيه جالي كده نفس الاحساس لما شيرين مثلا عملت اغنيه اللي هي تباعا تباعا، او اللي هي فكره عوده شيرين. يعني شيرين كان بقالها كذا سنه بتغنيش، فانها ترجع تغني، عشان كده حتى عملنا حلقات عن الاغنيتين اللي نزلتهم. حماقي برضو بحسه كده ان هو مش موجود، او حسيت ان انت كنت مختفي وفجاه رجعت، رغم ان هو بالمناسبه في الصيف اللي فات اللي هو من سنه بالظبط كان عامل البوم اللي هو اسمه هو الاساس. بس من وجهه نظري الالبوم ده ما كانش قوي، يعني ما كانش عالي، كانه مش موجود. يمكن لو هفتكر فيه اغنيه واحده كانت لطيفه اللي هي اغنيه اسمها بتخسرني، وبرضو الاغنيه دي ما كانتش هيت، يعني ما عملتش حتى المشاهدات والاستماعات الطبيعيه بتاعت محمد حماقي. قبلها بقى هتلاقي اخر البوم ليه كان سنه 2021 اللي هو كان اسمه البوم يا فاتن، وبرضو الالبوم ده يمكن كان احسن، يعتبر فيه اغاني كتير افضل، لكن برضو ما كانش مستوى حماقي القديم او اللي قبل كده. وبشكل شخصي انا بحس ان محمد حماقي عنده حاجه مميزه عن كل الجيل بتاعه، يعني ان هو مش بس بقى بيركز على الصوت، لا هو بيعرف يختار كلمات حلوه وبيعرف يختار مزيكا حلوه قوي، يعني تسمع تراك لطيف جدا، ولما تركز هتلاقي ان هو عنده اغاني هيتات يعني عامله مشاهدات وكلنا فاكرينها في كل حاجه بقى، يعني في الرومانسي هتلاقي، في الدراما هتلاقي، في الفرايحي هتلاقي. يعني مثلا في الرومانسي هتلاقي اغنيه حاجه مستخبيه، متهيألي دي اغلبنا عارفينها وبتبقى حافظها وحافظ اللحن بتاعها. لو هنخش بقى في الفرايحي عنده حاجات كتير قوي، حاجات اللي هي تخليك تتهز دي، اغنيه مثلا واحده واحده، اغنيه احلى حاجه فيكي ايه، اغنيه ناويها، اغنيه اجمل يوم. اما بقى في الدراما بحس ان حماقي برضو قوي جدا في الحته دي، عنده اغاني نكت كتيره قوي، يعني مثلا اغنيه كان وكان، اغنيه ما بلاش دي بالنسبه لي اكتر اغنيه حزيني ليه، كانت عاليه جدا وعامله كمان يعني كانت هيت او عامله نسبه مشاهدات عاليه قوي. اغنيه وافتكرت، اغنيه بعدنا ليه، اغنيه لو هتسيب، اغنيه من البدايه. في الالبوم ده او في الالبوم اللي جاي اللي هو البوم سمعوني اللي المفروض هينزل قريب، يمكن من الحاجات اللي محمساني جدا ليه، وانا كنت قلتها قبل كده واحنا بنتكلم عن اغاني شيرين، ان في كلام انه هيبقى في دويتو ما بين حماقي وما بين شيرين. ويمكن انا لما عملت سيرش ما قدرتش احدد هو الدويتو ده هينزل في البوم حماقي ولا هينزل في البوم شيرين، لان شيرين كمان عامله البوم في الصيف بس غالبا هينزل بعد البوم حماقي، ولا اصلا لا هينزل في الالبوم ده ولا في الالبوم ده وهينزل سنجل مثلا، انا برضو ده مش قادر احدده. لكن ده من الدويتوهات اللي انا متحمس لها، اولا لان هما الاثنين ما اشتغلوش مع بعض قبل كده،
ثانيا لان تحس ان شيرين في حته وحماقي في حته. يعني شيرين من الناس اللي بتعتمد قوي على الاحساس، بتعمل كلمات حلوه طبعا وبتعمل مزيكا حلوه بس احساسها هو اقوى حاجه في الاغنيه. حماقي لا، انا بسمع في احساس لطيف بس ممكن تلاقي المزيكا ساعات بتبقى اقوى او الكلمات ساعات بتبقى اقوى، فان الاثنين هيشتغلوا مع بعض ده دويتو انا اكيد ابقى حابب اسمعه. وعموما من الحاجات برضو اللي خلتني احس انا عايز اشوف هيعمل ايه في الالبوم والاغنيه، اول ما سمعتها قلت انا عايز ايه ده، وحماقي نزل اغنيه عايز اسمع ايه الاغنيه دي، لان حماقي المميز فيه ما بحسوش مرطرط، يعني مش موجود كتير لا في اغاني ولا في لقاءات. يعني مش فاكر له لقاءات كتير او بيطلع يهري ويهبط كتير، ولا برضو فاكر له يعني هو بيعمل البوم يقعد سنتين يعمل البوم. طبعا في النص ممكن يعمل اغنيه اعلان، اغنيه سنجل، يعمل مثلا اغنيه للفيلم، بس مش من الناس اللي انت تزهق لانك سمعته كتير بقى وخلاص ما بقتش عارف دي نزلها امتى ودي نزلها في البوم ايه. عشان كده اعتقد او اتمنى ان الالبوم ده يكون حاجه مميزه، اللي هي حاجه بقى من حاجات حماقي القديمه. اللي فيكم لاحظ على مدار الحلقه انا قلت كتير قوي كلمه الاغاني القديمه، اغاني حماقي القديمه، اصل الاغاني القديمه غير الجديده. يمكن ده لانه انا بشكل شخصي وما اعرفش ده رايكم كلكم ولا لا، بقيت بحس مؤخرا اغلب الحاجات اللي بتنزل الاغاني يعني القديم احسن 100 مره من الجديد. يعني مثلا حتى ساعه شيرين لما نزلت اغنيه تباعا تباعا، هي اغنيه لطيفه وكل حاجه، بس كنت بقول لا ده مش مستوى شيرين القديم. بس شيرين حاله خاصه ان هي كان عندها مشاكل ورجعت تشتغل، فالموتور عشان يرجع بنفس قوته اكيد ده بياخد وقت، فدي شيرين. لكن انا بتكلم كل المغنيين الجديد تحسه حتى لو كويس لا هو اقل، مش زي اللي كان قبل كده، تحس اللي قبل كده كان متعوب فيه قوي. يمكن هنا اغنيه قالوا عني ايه من اول ما سمعتها حسيتها قريبه من اغاني حماقي القديمه، اللي هي الفتره بتاعت حبيبي عمره ما يغيب، او اللي كان عامل البوم ده والبوم قبله. وبالمناسبه في الفتره دي هو كان بيتعاون كتير جدا مع عمرو مصطفى. انا حسيت الاغنيه دي رايحه للسكه دي، فبقول يا ريت الالبوم ده بقى كمان يبقى نفس الستايل القديم ده اللي هو كان حلو متعوب فيه يعني. لان دلوقتي بقيت بحس اغلب المغنيين معرفش الكيرف بينزل، زائد ان في موضه بقى اللي هي اسمها عزيز الشافعي، وعزيز الشافعي بيعمل اغاني حلوه وبيعمل مزيكا حلوه واحيانا بيعمل كلمات حلوه، بس خلاص يعني انك بتحلب حد باستمرار مع كل المغنيين اكيد هو مش هيطلع نفس الكفاءه او الاداء الحلو في شغله، فخلاص يعني يا ريت يكون في تجديد. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. من وجهه نظرك ايه اكتر اغنيه لمحمد حماقي تحسها هي دي التوب بتاعته، هي دي اللي معلمه معاك، او دي الحاجه اللي يعني لو تاريخ حماقي كله يتمسح هتبقى له الاغنيه دي؟ اكتبوا لنا بقى ارائكم في التعليق. وطبعا انا عارف احنا زودنا قوي اخر فتره دي بنتكلم على الاغاني، بس بصراحه عشان انا كنت عايز اتكلم على الاغنيه عجبتني، وحاجه تانية انه يعني خلاص احنا هنا بنتكلم على الافلام، مش معقوله هفتح بقى قناه تانية وقلت لكم هسميها ساعتها موفي نايت كلاب، فيعني خلونا هنا افلام، مفيش افلام ندي شويه اغاني. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام او مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت جهد طاقه، خلصت امتحاناتك قاعدين مفنيخين في الاجازه مفيش فلوس نخرج، يعني خد لك لفه قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك. وفي حلقه النهارده لو الحلقه عجبتك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبتكش قول لي اللي مش عاجبك، تروح فكره اي حاجه تبقى لنا في التعليقات ونحاول نظبطها ان شاء الله. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.